السلام عليكم حبايب. اليوم عندنا صدر دجاج دايت اللي راح نسويه شوية فطر، شوية بصل وبهار وبابريكا وليمون. هذا صدر الدجاج العادي، صدر دجاج تركي. البهار اللي راح استعمله فلفل اسود، ملح، زنجبيل، كزبرة، بابريكا، ثوم مقطع هيك يكون ناعم، وشوية حامض ليمون اذا يكون فريش افضل، وفطر شويه مقطع وبصل مقطع سلايز. وهذا الصدر راح تشوفون هاي الطريقه مالته، انه تجيبون صدر الدجاج هيك من هنا تبدون بيه شرائح تسووه، بس شنو تخلوه متصله يعني مو هيجي، حتى الفيكه واحلى يصير هيجي. هاي قدامكم بدنا نسويها حتى يكون سهل عليكم من تسووه انتو. تخلون زيت زيتون طاوة تيفال يكون افضل. شوي مباشر طبعا راح يصير عندنا شلون كنا مع الجريل يعني هيك. وهاي هسه راح شوفوا الشكل ماله شلون يصير هيك. وراح اخليه على النار. هاي الطاوة شوي بيها زيت زيتون، خلوه بدون كل شيء بس هذا عندي الشجرة الثانية راح اسويها. هيك اكو منهم يخافون، يعني اكو هواية يخافون يسووا بهاي الطريقة لأن يخافون انه ما يستوي وياهم. لا بالعكس راح يستوي ويصير طيب كلش. هذا الجماعة الدايت يعني انصح المفروض اكون فطر اكثر، بس هاي خلصت ما ادري الفطر وين راح، فباقي عندي هذا سويته. سهل وحلو. راح اضيف له شويه من البهارات، من كل شيء شويه. رشه ملح، فلفل اسود، كزبره، بابريكا، والثوم اخر شيء اخلي الثوم. هذا شوية تخلوه وتنصون النار عليه، بس شوية يلزم تنصون النار. نضيف البصل وياه، هذا البصل عشان نطيت نار ناقصة شوية. الفطر آخر شيء أخليه، هاي نار ناصية. طبعا كنت أصور ببرنامج أسوي فيه إيقاف مؤقت. بالبرنامج راح يعني قام قلت الفيديو أسوي مرتين لأن يطلع بس صوت ما أذكر على ما يجي برنامج ثاني. كان المفروض أنا هسه أوقف الفيديو على ما يستوي أشوف رأيكم. هاي الطريقة سهلة كلش عندكم ولا تخافون منها. هسه هو عندي واو ما بقى له شي شوية راح يستوي. هذا نفس الشي نار ناصية تكون شوية عليه. إذا عندكم طبق أو شي تقدرون تغطوه ونحكيكم شوية عن قصة حياتنا. يستوي وما بي اي خلل، لا تخافون منه ولا ابد. يعني لا تخافون تجربون، جربوا. الفيديوهات هاي اضمنها لكم 100%.
اسوي بقريزة. بعد شوية راح اذب الثوم وياه حتى ياخذ النكهة مال الثوم. عليك النار هسه لين ما بقى شيء. البصل وياه راح يستوي هسه. قام يكون مفتحات من بين داخله. اضيف البهار على الوجه الثاني، يكمل البهار ماله. الملح، فلفل اسود، زنجبيل، كزبرة، البابريكا. التشويل راح نستعمل بيها البابريكا. البابريكا تكون فلفل احمر بارد، وهذا الثوم احلي. هسه بهالمرحلة وصلت انه اخلي الفطر. راح اخلي عصرة ليمون، شغل الحمر ماله. هاي عصرة ليمون شوية، لا هو يعمد الترياق السكينة مثله. هاي تجيبوها على المناطق اللي ما تحمرت وتطلع نكهة الثوم. هذا كيف يكون خالص. الزرع بقى انه يمسك البوق شوفوا مستوي ومثل الوارد. طبعا هذا جماعة الدايت يكون هذا الشكل مالته. او هذا الفطر والبصل على الوجه. بس مثل ما قلت لكم انه ورا فترة يلا تخلون البصل حتى لا يحمر زادينكم كلش. هسه عندي هذا هيجي شي حلو طيب. بالمناسبة هاي الفيديوهات تلقوها على صفحة الشيف محمد الربيعي على الفيسبوك، على اليوتيوب تكتبون الشيف محمد الربيعي يطلع عندكم جاهز الفيديوهات والمقاطع مالتها. نضمن لكم اذا سويتوا الفيديوهات الوصفات مضمونة طيبة وسهلة، نضمنها لكم 10000%، ونقول لكم 1000 مليون عافية قوالي.